السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وسلم. تعالوا مع بعض النهاردة إن شاء الله نعمل مع بعض الكشري المصري بطريقة سهلة وبسيطة. طبعا الكل بيحب الكشري المصري أكيد، يعني إن شاء الله طريقته سهلة وبسيطة. شايفين الطبق الحلو ده؟ ايه رأيكم بقى؟ قولولي في الجمال ده، قولولي في التعليقات رأيكم في الكشري المصري بتاعنا النهاردة. ما تنسوش اللايك يا جماعة والاشتراك في القناة. يلا تعالوا بقى نشوف عملناه ازاي. معايا هنا عدس بجبة تقريبا كده ربع كيلو. حطيت عليه ميه سخنه طبعا، نقيته كويس قوي وغسلته ونقعته في ميه سخنه. افضل بتاع كده ربع ساعه منقوع في الميه السخنه. طبعا الميه السخنه اسرع يعني. ونسيبه بقى كده على جنب. وتعالوا بقى نحمر الشعريه. هنا ميه المكرونه بقى اللي هسلق فيها، احط فيها بقى ملح وزيت. نحط بقى المكرونه، مكرونه اللي هي مش عارفه بتسموها ايه، والمكرونه السباكيتي، اي نوع مكرونه بقى. هنا بنحمر الشعريه وهنا المكرونه بتتسلق اهي. بعد ما الشعريه اتحمرت بنصفي العدس من الميه وبنحطه بقى يتشوح شويه مع الشعريه. نشوحهم بقى كده مع بعض. طبعا غسله الرز ومجهزاه. احط بقى الرز كده وكله يتشوح مع بعضه. نقلب تقليبه حلوه بقى كده. هنحط بقى الميه. نحط بقى الملح وكده نسيبه بقى لما يستوي. هنا بقى المكرونه اتسلقت واصفيها بقى كده في المصفى بالشكل ده كده. هنا الرز بيتشرب اهو. تعالوا بقى نعمل الصلصه. معايا توم بشوحه كده على النار، مش لازم ياخد لون يعني ولا حاجه، بنشوحه. ونحط معاه الخل، ربع كوبايه من الخل. وبعدين عصير الطماطم. نتبلهم بقى ونسيبهم لغايه ما يستووا. حطيت لنا بقى ملح وفلفل اسود، وحطيت كمان توابل الكشري المصري بتيجي من عند العطار، حلوه قوي. هنا البصل بقى اللي هحمره بالمبشره دي كده، فيها جايه من البتاع كده، بقطعه اللي هو جوانح. قطعته بالشكل ده وبحمره في الطاسه. حمرته اهو بالشكل ده كده، طلع جميل ما شاء الله وناشف مقرمش. هنا بقى كنت بحمر الباقي. تعالوا بقى نعمل الدقه بتاعت الكشري اللي هي على البارد. معايا توم وحطيت عليه خل وتوابل الكشري المصري. طبعا ده كده يعني مركز. نحط عليه بقى معلقه كبيره كده من الصلصه، بتديله لون حلو قوي وطعم. بزوده بقى كده كوبايه من الميه. شايفين لونه حلو ازاي؟ لون الدقه جميل ما شاء الله. احط برده رشه من الملح.
تمام كده. تعالوا نغرف مع بعض بقى طبق كشري كده حلو. شايفين الرز ما شاء الله حلو ازاي. احط بقى طبعا الرز الاول، وبعدين هنحط المكرونه. كنت عملت لكم برده قبل كده الكشري الحله الواحده، برده كان جميل قوي ما شاء الله. برده كان الطعم كله واخد من بعض برده وجميل بصراحه. فدي طريقه، والحله الواحده طريقه تانية. نحط بقى الصلصه. نحط بقى البصل اللي حمرناه مع بعض. طبعا انا نسيت احط الدقه الاول، معلش. ممكن تحطوا الدقه قبل البصل، فانا هحطها دلوقتي. ما تنسوش بقى تقولوا لي ايه رايكم في الجمال الحلو ده. انا كنت بحط الدقه بقى. جبت بقى معاه كده حاجه ساقعه بالبرتقال بالشكل ده كده. اتفضلوا معانا يا جماعه. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناه ليوصلكم كل جديد. واشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في حفظ الله.